شبح الإصابات يلاحق لاعبين المنتخب الوطني المغربي. البارح تلعبت المباراة ما بين ريال مدريد وريال سوسيداد وخرجوا فيها جوج ديال اللاعبين مغاربة اللي تعرضوا للإصابة. ابراهيم دياز تعرض للإصابة في الدقيقة 21 ونايف أجرد اللاعب نتاع ريال سوسيداد تعرض للإصابة في الدقيقة 70 وخرج لأنه ما قدرش يكمل المباراة. بالإضافة لحكيم زياش واللاعب مزراوي اللي تاهما تعرضوا للإصابة، بحيث أنه مزراوي تعرض للإصابة في المباراة ديالو مع مانشستر يونايتد وما قدرش يكمل المباراة وتم تعويضه بماغواير. وكذلك الحال بالنسبه لحكيم زياش اللي حتى هو من بعد التوقف الدولي اول حصه تدريبيه ليه تعرض للاصابه. فهاد الاصابات عندها تاثير على مستوى اللاعبين وكذلك عندها تاثير على الفريق الوطني المغربي. فمشكل الاصابات كيعانوا منه جميع الفرق وجميع المنتخبات، الا انه كاينين بعض الفرق وبعض المنتخبات اللي كتكون كدير واحد التشكيله بديله. فهاد التشكيله البديله كتكون واجده في حاله ما شي لاعب من اللاعبين الاساسيين تعرض للاصابه كيترون بلاصه بلاعب بديل اللي كيكون حتى هو كيقدم واحد المستوى قريب من المستوى اللي كيقدمه اللاعب الرسمي. فنعطيكم مثال على هذا الشيء. المنتخب الاسباني كيتوفر على تشكيله بديله للمستوى نتاعها كيقرب للمستوى نتاع التشكيله الرسميه اللي كتلعب بها المباريات الرسميه. ونفس الشيء بالنسبه لريال مدريد وبرشلونه، حتى هما كيتوفروا على لاعبين بدلاء الا انهم كيقدموا الشيء الكثير للفرق نتاعهم. فحتى وليد ركراكي خاصو يتعلم من داك الشيء اللي وقع ليه في كاس العالم. ما جينا فين نوصلوا للدومي فينال حتى كانوا اغلب اللاعبين الرسميين تعرضوا للاصابه، وبالتالي ما لقيناش لاعبين اللي غيكون النيفو نتاعهم بنفس المستوى نتاع اللاعبين اللي تعرضوا للاصابه. فبقينا غير كنديبانيو، وهذا الشيء هذا عطى نتائج سلبيه على الفريق الوطني. فاش كيتعرض لك الاصابه واحد اللاعب اللي كيكون كيقدم واحد المستوى عالي كيخصك ترومبلاسيه بواحد اللاعب اللي كنتو كتوجدوا ملي كان اللاعب الرسمي باقي ما تصابش. فنجاح اي فريق كيعتمد على خطط بديله وعلى لاعبين بدلاء كتدفع بهم ملي كتكون في امس الحاجه ليهم. فبالنسبه للاصابات اللي تعرضوا لها كل من حكيم زياش ومزراوي ونايف اجرد فكنظن بانها اصابات بسيطه، الا انه الاصابه اللي تعرض لها ابراهيم دياز فكنظن بانها اصابه بالغه، لانه تقارير كشفت بانه ابراهيم دياز يقدر يغيب عن الملاعب لمده 3 شهور، و3 شهور فهي ماشي مده قليله، بحيث انه الا غاب 3 شهور فغيغيب على 4 ديال المباريات رسميه غيلعبها المنتخب الوطني المغربي. فكثره الاصابات داخل الفريق الوطني يمكن لها تاثر بشكل كبير على الاداء وعلى المستوى اللي كيظهر به الفريق الوطني. ففي الاخير كنتمنوا الشفاء لجميع اللاعبين ديالنا وعلى انهم يعودوا للميادين في اقرب وقت ممكن.